السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد وهنتعلم فيه ازاي نغير اللقم بتاعة الفرامل، اللقم بتاعة التاكلت ازاي نغيرها. واللقم بتتاكل بسبب ان الاحتكاك مع الطارة من الفرامل لما بتيجي تمشي بسرعة عالية وتدوس فرامل مرة واحدة. اللقم بتتاكل بسرعة. وكل ما نوع اللقمة يبقى أعلى، كل ما تقعد فترة أطول عقبال ما تتاكل. يعني دي كده كده ليها عمر افتراضي. الحاجات زي اللقم والحاجات دي بيبقى لها عمر افتراضي. فكل ما تجيب نوع أنضف كل ما البلاستيك بتاعه يبقى أقوى شوية أو المطاط يبقى أقوى فيقعد وقت أطول. فأنا جايب النوع ده تقريبا الواحد اللي هي الجوز عامل 60 جنيه، يعني الأربعة دول ب120 جنيه. فهنتعلم ازاي نفك القديم ونركب الجديد ونظبطه بالظبط على الطارة، عشان في نفس الوقت ما يحكش مع الكاوتش ويبوظ الكاوتش وما يبقاش بعيد عن الطارة وما يفرملش. فهنتعلم خطوة بخطوة وتابعوا معايا. الفرامل هنرخي الفرامل خالص عشان ايه نعرف نفك اللقم. فلو في رجلشة هنفك الرجلشة خالص، يعني مثلا هنا في رجلشة اهي، نفك الرجلشة دي خالص عشان الفرامل ترخي على الاخر خالص عشان اعرف افك اللقم. تمام. هروح جايب قلم مقاس 4، قلم مقاس 4، وابدأ افك في اللقم. ولازما اغير اللقم اول باول. يعني انا دلوقتي اتاخرت على اللقم اهو، كل ما اتاخر على اللقم فتره اطول كل ما تاكل في الحديد. يعني اللقمه اتمسحت خالص اهي، اللقمه اتمسحت خالص. انا لو كنت اتاخرت عليها شويه كمان كان زمانها فضلت تاكل في الطاره لحد ما بوظت لي الطاره. كويس ان انا غيرتها برضو في وقت مش متاخر قوي برضو. هجيب اللقم الجديده وافتحها. ادي اللقمه الجديده اهي. اللقمه بتتركب كده، الافضل ليها انها تتركب كده. يعني هي ليها سن من فوق اهو، السن ده يبقى تحت كده. لما اجي اركبها بركب اللقمة اول حاجة عادي، وبظبطها بعد ما اركبها عشان اعرف عليها، بس بعد ما اركبها. هي اللقمة ديت القلم بتاعها مقاس 5، فهنجيب قلم مقاس 5 عشان نعرف نربط اللقم دي. جبنا قلم مقاس 5. تمام. هنفك التانية برضو، دي هتبقى واضحة بالنسبة لكم. بفك اللقمة كده. بسحب اللقمة لتحت كده، فكيتها، فكيت اللقمة القديمة، اركب اللقمة الجديدة. ومعلومة ليك، بعد ما تركب اللقمة الجديدة لازم تظبط الفرامل تاني، عشان الفرامل بيبقى يعتبر خلاص كده اللي هو بتبقى الفرامل عايزة ظبط، عشان الفرامل بتبقى يعتبر قفلت جامد بسبب
بسبب ان اللقم القديمه خلاص اتاكلت، فانت كل شويه تصغر في الفرامل، تقلل في الفرامل، تضيق فيها لحد ما ايه، لحد ما الفرامل خلاص عايزه تتظبط من جديد. اروح جايب مفتاح الانكيه، لو واضح اهو عندكم اللقمه اهي. اول حاجه بربطها اي ربط عادي، ربطه عاديه قوي، مش ايه، مش قوي. اهم حاجه اتاكد ان هي موازيه للطاره بالظبط. اتاكد ان هي موازيه للطاره. نيجي لمرحله ازاي اظبط اللقمه بتاعت الفرامل بالظبط. هنيجي لمرحله الظبط. انا دلوقتي بظبط لقم الفرامل، ماشي. فهروح دايس على الفرامل لحد ما اقفل على اللقمه، ماشي. هرخي اللقمه تاني سنه صغيره عشان اعرف احركها بصباعي، واروح ظابطها على تبقى موازيه للطاره بالظبط، للسن بتاع الطاره، واروح قافل عليها الفرامل وابتدي اقرط كده بالراحه، واتاكد ان هي ما بتتحركش معايا وانا بقرط، عشان لو اتحركت هرجع تاني افك وايه واظبطها تاني. تمام. نيجي للناحيه التانيه، هنعمل نفس الحركه، هنفك نظبطها في مكانها. اول حاجه نرخي الفرامل، نظبطها على السن بالظبط، نبتدي نربط. نتأكد ان هي متتحركش، لو اتحركت نعدلها تاني. وندوس على الفرامل جامد عشان ايه، عشان ما تتحركش برضو. تمام كده. بصوا لما ركبت بقت ضيقه ازاي، ليه؟ عشان اللقم الجديده كبيره فقفلت المكان، خلت مكان اللقم القديمه قفل خالص. فهنرجع تاني نظبط الفرامل. انا دلوقتي اول حاجه بعملها ان انا بفتح المحبس الصغير اللي هنا، في محبس صغير كده بفتحه عشان ادي برضو مساحه، واجي ارفع الكاوتش ونجرب. الفرامل قافشه برضو من ناحيه، فبروح اعمل ايه، هضطر ان انا افك اي رجلاشه برضو انا عاملها. وهبتدي اول خطوه اعملها ان انا احرك الفرامل سنه صغيره. بعمل ايه بقى في الحته دي، بروح جايب حته كرتون، ماشي، واروح حاططها الجنب التاني، الجنب ده، عشان انا عايز المسافه بتاعت الكرتون دي بس هي اللي تبقى موجوده. واروح محرك دي للاخر، واروح رابط الفرامل كويس، مثبتها في مكانها. الكوشه بتاعت الفرامل ذات نفسها ثبتها في مكانها. تمام.
هنيجي نشيل الكرتونة دي. برضو الحركة ديت لازم يبقى الطارة ما فيهاش رفة خالص، عشان لو الطارة فيها سنة رفة هتلاقيها برضو بتحك. نحركها سنة صغيرة خالص بس. نحرك سنة تاني. هي دلوقتي بقت أصعب بسبب إن أنا قربت عليها، فالحركة هتبقى بتتحسب. لو ركزنا هنلاقي إن في حكة بس بسيطة جدا، في حكة بسيطة جدا. تمام. أنا عايز أحل الحكة ديت. الحكة دي بسبب إيه؟ بسبب الرفة اللي في الطارة. الرفة بسيطة جدا، بس إيه، لما الرفة تتظبط هتظبط الفرامل دي خالص. وفي فيديو برضه هسيبه لكم تحت في اخر الفيديو ازاي تظبط الرفه بتاعت الطاره بالظبط. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو جديد كمان ازاي تظبط الرفه بطريقه فوق البسيطه، وفي نفس الوقت تكون طريقه سلسه، وتكون سهله، وتكون ايه عمليه. فدي طريقة تركيب اللقم. ولو عايز تشوف فيديو الرفة هنزله لك في اخر الفيديو. واهم حاجة متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي مشكلة قولها لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله بإذن الله هنحلها لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.